السلام عليكم جميعا. في كلمتين حابب اقولها على السريع، يعني غصب قلبي صراحة. تحية لكل ابطال العشائر بدير الزور، عم يسطروا اروع البطولات، وهذا الشيء واضح امام الجميع، امام كل عم يقدموه ابطال العشائر وثوار العشائر بدير الزور، امام هاي الكتلة من العصابات، عصابات قسد. والله العظيم اذا ما تحركنا بهالوقت هذا قسما بالله فلا راح تقوم لنا قائمة. يعني مجموعة من أبطال وعناصر العشائر دخلوا على مواقع متقدمة بمنبج، واستولوا على نقطة استراتيجية، وقامت الدنيا وما قعدت من قبل روسيا وعصابات الأسد، وتم استهداف المنطقة من الطيران الروسي. تحرك طيران بحاله أمام بواريد. للأسف الشديد في مجزرة بحق المدنيين، استشهدوا أكثر من 5 أشخاص من أسرة واحدة خلال الاستهداف هذا، ردا على الانتصارات في بيناتهم أطفال. رحمة الله على الشهداء كذلك. في حاليا خيام الحرب بجرابلس، مئات أو آلاف الشباب اللي متحمسين بدهم يطلعوا ويقتحموا الحدود ويفوتوا على ما سموه شرق الفرات، هذا المحتل من قبل العصابة الصفراء هي. يعني أحييهم وأحيي كل إنسان حمل بارودة وطلع على جرابلس أو على حدود المغلقة من قبل دول، ونحن نأتمر بأمر دول للأسف الشديد. هاي رسالة لبعض القادة، أقول في قادة على الرأس والعين، كل عناصر الجيش الوطني على الرأس والعين. لكن يا شباب، إذا ضل أمرنا بإيد دول وبإيد مشغلين ومحركين، فما راح تقول منا قائمة نهائيا. أبطال العشائر بدير الزور يتحارون قسد وفلول قسد، ما شفتوها شلون تطلع من المنطقة. وأبطال العشائر استولوا على مناطق استراتيجية، أكثر من 20 قرية وبلدة، وفي مدن استراتيجية ونقاط أساسية، منها بلدة البصيرة ومدينة البصيرة. نحن على بعد شلفة حجر مثل ما بيقولوا، على أهم حقل نفط بسوريا هو حقل العمر. هذا من حقنا. إذا تقولوا لي أمريكان، طز بالأمريكان. النخوة والكرامة والقضية تهد أكبر دولة. هاي رسالتي لكم. السلام عليكم.